خير العميم مثالا، أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا. أصدقائي، دلوقتي أنا هفطر. جبت كشري، اوكي اهو، ده اسمه، وشطة أهم حاجة، ومية اهو، وبسمع وبس. وكل البطات من البيض، بس آخر بيضة بس شافتها البطة الأم. كنت مشغلة الرينج لايت عشان صحيت من النوم، عملت فيديو الأسئلة، وفي النص كده المايك مش عارفة ايه اللي حصل له، مش راضي يفتح، فكملت من غيره، مش راضي يفتح خالص. زعلانة قوي، فبقول ممكن يبقى عايز يشحن، فهشحنه وكده. المهم، فرتبت المكتب برضو وبس، وخلصت الفيديو. عايزة المفروض اعمله ايديت، بس دلوقتي هقعد كده ارتاح عشان صحي بدري النهارده، فانا عسانه، فممكن انام واصحى لكم، وممكن اعمل ايديت للفيديو، وممكن ففي احتمالات كتيره. بس انا في اجازه، فاعمل اللي انا عايزاه عادي جدا، فممكن انام شويه، امسك الموبايل، اعمل اللي انا عايزاه. المهم ان انا اقول لكم يعني باي. هيا اصدقائي، رجعت لكم تاني. حاليا الساعة 3 2:30، فقعدت صراحة مسكت الموبايل شوية، مش الموبايل، اتفرجت شوية على التابلت. المهم، لقيت الفيديو ده جالي، وانا النهاردة كنت هبدأ بداية الكورس انجليش، وهيكون beginners يعني مبتدئين، وهيبقى في 1 2 يعني لسه من البداية خالص، وهتديكي الأول ABC. فانا صراحه مش حابه كده خالص، فانا مش عارفه مستواي ايه، بس انا عارفه حاجات كتيره جدا في الانجليش، انا في اولى ثانوي يعني، اكيد فاهمه حاجات كتيره جدا. فلقيت الفيديو ده ظهر لي، سبحان الله. بصوا عشان لو انتوا حبيتوا تتفرجوا عليه، هو ده تعرف على مستواك في الانجليزيه، اختبار تحديد المستوى، فانا قلت هجربه واشوف كده. فدلوقتي بقى هبدأ اتفرج عليه، وهشوف انا مستواي في الانجليش، وهقول لكم. عطشان أو cold weather. Time is up. الإجابة الصحيحة هي is. الجملة تقول هي معلمة لأن اصدقائي ما سمعتوش كله، سمعت لحد ما انا ما وقفت. انا طلعت في B1، يعني عديت A1 و A2 و B1، عديته بس انا يعني كنت بخمن، فاهمين، بستبعد، فلا، خليني B1. انا كده في المتوسط، كده الكورس اللي كان في دماغي كده هلغيه عشان كان مبتدئ، وانا اصلا ما كنتش حابه كده. فدلوقتي هدور على كورس يكون للمتوسط. اوكي.
أصدقائي عملت الفطار، فطار بسيط، وهقعد اتفرج على واحدة كده بتابعها بحبها جدا وبس. بعشق البسكوتة دي بجد، حب حياتي. لو تلاحظوا انا مستحيل افوت يوم ما اجيبهاش، مستحيل، دي كلمة مستحيل. بس عمال بقى قاعدة كده. احلى حاجة ان احنا ما عندناش مذاكرة، موبايل 24 ساعة نسمع اللي احنا عايزينه عادي جدا جدا جدا. المهم هنخلص ده وهكوي شعري، اروح اكوي شعري، وبعدين هنبدأ بقى ناخد كورس الانجليش، اول درس النهاردة ان شاء الله. اوكي. هاي أصدقائي، رجعت لكم تاني. بصوا، أولا كده أنا كويت شعري ومبسوطة جدا قوي. تحفة قوي. دلوقتي بقى عايزين نقرأ الورد اليومي بتاعنا، وبعدين نعمل العشاء، وبعدين نبدأ بقى في درس الإنجليش. اوكي أصدقائي، أهو هبدأ أقرأ. وبصوا أنا هعمل حركة كده وياريت كلكم تعملوها. بصوا يا أصدقائي، الجزء عبارة عن 4 أحزاب. أنا هقرأ كل يوم حزب. طب نعرف ازاي ان احنا خلصنا حزب؟ بصوا، بتبقى في علامة كده، هي دي بتكون علامة عن الحزب. فأنا هقرأ، مش هقرأ كل يوم صفحتين، لا هقرأ كل يوم حزب عشان ننجز شوية. اوكي، فهقرأ وارجع لكم. انا عملت الاختراع ده بجد، طعمه تحفه. انا بفكر في تفكير، بفكر احط زبادي عليه. جبت زبادي وبفكر هدوق كده وكده ونشوف، وبقول لكم في الوصفه. لو انتوا عايزين اكتبوا لي في الكومنت. هلو، هاي اصدقائي، رجعت لكم تاني. هاي، زي ما انتم عارفين يا اصدقائي، اللي متابعيني عارفين ان دي النوت بوك بتاعتي بتاعت اولى ثانوي، بتاعت التو دو ليست وكده اهي. اوكي، حاجات تحفه جدا. اوكي، فانا ثانويه عامه لازم هجيب واحد جديد جدا، اللي هو السنه الجايه هيكون ثانويه عامه، فكل حاجه هتكون جديده وتحفه ان شاء الله، كلها جديده. فانا مش عايزه ادخل ده معايا في ثانويه عامه. فالكورس اللي انا هعمله، فاهميني؟ بصوا، هو كتير جدا، فبفكر بقى اقطع دول كلهم. هو لحد هنا كده، اقطع دول وبعدين نستخدم. اصدقائي، بعد ما قطعت ده اهو، قطعتهم، فانا هحتفظ بيهم صراحه، عشان بحب قوي ان انا ارجع اشوف نفسي كده، ان انا كنت ما شاء الله عليا منجزه وكده. فما اقدرش الصراحه ارميهم، فاحطهم في شنطه كده ويكونوا للذكرى. المهم دلوقتي الكشكول بقى جاهز. بصوا اهو، فهو كده جاهز معانا الكشكول، وانا قلمتي اهي، ويلا بينا نبدأ. رجعت لكم تاني يا اصدقائي. بعد ما جهزت كل حاجاتي، حطيت ميه ساقعه، اوكي، ومقلمتي والكشكول بتاعي وسنيكس كده بسيطه. وبحب المعلقه تكون الصغيره اللي اكل بيها الفواكه وكده. فبس يلا بينا. استنوا فيديو ازاي تتعلموا اللغة او تتعلموا الانجليش في البيت بمصادر مجانية، وتحددوا مستواكم ازاي وحاجات كده تحفة. فاستنوا الفيديو. هنا بقى يا اصدقائي كان اول درس ليا، وحاولت ما اسرعوش خالص، فكنت بكتب كل حاجة بيقولها، الحاجات اللي انا مش عارفاها وكده.
بس صراحة في الاخر ما حبيتش خالص، اكني طفلة قدامه بيشرح. رقم 2 بيشرح حاجات كده من النص، تحس مش بالبداية كده، لا خالص. فما حبيتش خالص، وبيعيد كتير اوفر، فلا تحسي لا ما حبيتش خالص. فاكتشفت كورس جديد يا اصدقائي، بجد واو، تحفة تحفة. وفي الليسننج، في السبيكينج، وفي كل التمارين يعني اللي انتوا عايزينها، وبرضو بيديكوا كده ملزمة، يعني بجد تحفة. فالمهم انا اكتشفته، فان شاء الله اعمل لكم فيديو. وكنسلت ده كله، وكنسلت اللي هو ازاي تحددي مستواكي، وطلع مستواي مش B1. وانا الفيديو ده اللي هو مش قوي، ما ادانيش مستويه بالظبط. فانا بقى الكورس اللي انا اقول لكم عليه ان شاء الله في الفيديو ترقبوا. فاللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، وان شاء الله اعمله لكم قريب جدا. والكورس ده يا اصدقائي كمان مجانا بالكامل، وممتع جدا. فان شاء الله 10 فانا بقى هنام، وبكره بقى ان شاء الله يبقى نكمل. ما كتبتش بقى غير دول وبس. يوم جديد، اول حاجه صحيت من النوم، عملت السكين كير ورتبت اوضتي، ودلوقتي يلا بينا نعمل الفطار عشان انا جعانه جدا وتعبانه جدا. اول حاجه نجيب طبق عادي وبيضه، اهي البيضه، وفلفل على حب زي ما انتوا تحبوا، عاوزينه بارد حراق عادي، وهنقطعه هنا. التوابل اللي انتوا عايزينها بقى حطوها. بسم الله. هاي اصدقائي، رجعت لكم تاني بعد ما قطعت خيار على الفطار البسيط وميه عادي. اعتقد انتوا حفظتوا فطاري وحفظتوا روتيني عامه، هو بتفرج على حاجه وانا بفطر بس. كنت حطاه في الفريزر عشان كده تحسه تقيل. بس. عايزه احط بقى مكعبات تلج، احط 2 بس. اوكي دان بسكويت، افكه احطه هنا. This I love it, my favorite snack. Okay. Hi my friends. بصوا ده السناك بتاعي. انا احاول هتكلم انجليش في الفلوج الجايه بتاعتي والفلوج دي، عشان نحاول نتعلم يعني نتدرب، فاهمين ان احنا نتدرب اكتر وكده. وان شاء الله اعمل لكم فلوج يكون كله انجليش ان شاء الله. الفلوج الجاي يكون كله كده ان شاء الله، عشان نحاول ان احنا نتمرن. المهم دلوقتي هنبدأ نبدأ الدرس. احنا كنا في اول 7 دقايق واول 5 دقايق I think، انا هبدأه من الاول يعني زي اوكي. هكمله من الاول خالص. اوكي كورس.